عندك فير فاليو جاب، لكن البرايس ما كيرجعش ليها. كتقول لي يا انيس كنكون انايا مطراسي فير فاليو جاب والبرايس غادي طالع، وانا كنتسناه يرجع ليا وما رجعش، وبقى طالع طالع حتى هربت عليا التريد وهرب عليا النهار. السلام وهرب عليكم عليا. ومرحبا بكم في فيديو جديد. كيف ما كنشوفوا في العنوان، هاد المفهوم هذا كيتعلق بمفاهيم الاي سي تي. فعندنا درس جديد ومفهوم جديد. كيف ما قلت لكم في الفيديو السابق، مازال لينا مفاهيم كندرجو ضمن مفهوم فير فاليو جاب. فالفير فاليو جاب عنده أقسام، وهذا قسم من الأقسام اللي شفنا، وعنده دور مهم وكبير بزاف. فنبداو على بركة الله. كيف ما عارفين هاد لاشين هادي كنهضرو بالدارجة، كنشرحو بالدارجة كيما أنني جالس وياك في الدار. فكيف ما قلنا عندنا البريك واي جاب. فشنو هو البريك واي جاب، وعلاش هاد الدرس مهم، وعلاش درناه؟ فكتكون عندك فير فاليو جاب، لكن البرايس ما كيرجعش ليها. كتقول لي يا انيس كنكون انايا مطراسي فير فاليو جاب والبرايس غادي طالع، وانا كنتسناه يرجع ليا وما رجعش، وبقى طالع طالع حتى هربت عليا التريد وهرب عليا النهار وهرب عليا لي تريد اللي كنت باغي ناخد في دوك الصفقات اللي كنت باغي ناخد من الفير فاليو جاب. ما رجعش للبرايس. علاش؟ فهذا هو الدور ديال هذا المفهوم هذا، هو البريك واي جاب. فاش غتفهمو غتولي تراسي هادوك الفير فاليو جاب، وعارف ان البرايس ما غيرجعش ليهم، وعارف ان البرايس ديك الساعه قالك انا غادي نكمل، يعني يلا معايا وشبعني. فنمشيو خطوه بخطوه. كيف ما كتشوفوا هاد الرسم التوضيحي اللي قدامك دابا، شنو فيه؟ عندنا السوق هابط وراها طالع. فملي كان هو طالع، هو البرايس راه كان طالع وهادي صحيحية وطلع كمل. فهنا ملي كان طالع عندنا فير فاليو جاب مزيان، لكن انا ما كتبش فير فاليو جاب، كتبت بريك واي جاب اللي هو العنوان الدرس ديالنا اليوم. فعندنا ثلاثة شروط. هاد ثلاثة شروط الا ما تحققوش فما غاديش نكتبو هنا بريك واي جاب. مزيان، غنخليوها فير فاليو جاب. وقبل ما نكتبو فير فاليو جاب خاصك تعرف هاد القضية. فهاد لابوجي هادي قبل ما تسمى فير فاليو جاب او الانفيرس فير فاليو جاب او اي مصطلح، فكتكون متسمية بالسي بي والبي سي على حسب الاتجاه. فالبرايس ملي كيمشي خاصك تكون عارف هاد القضية مزيان. ملي البرايس كيعطينا هادي كيجي هنا، فاش كيرجع لهاد البي سي او السي بي على حسب الاتجاه، فهنا فين كنشوف البرايس شنو دار، وبناء على شنو طرا لينا في هاد التراساج اللي تراسينا او هاد المستطيل اولا كيف ما غتسميه نتا، عليها نقولو حنا فير فاليو جاب او انفيرس فير فاليو جاب او بالانس برايس رينج كيف ما شفنا في الفيديو السابق، او البريك واي جاب كيف ما غنشوفو دابا. مفهوم؟ هذا كناخدو لي تريد ديالنا على حساب شنو عطانا المارشي. فدابا اجي نشوفو الشرط الاول شنو هو. الشرط الاول اللي كيخلي لينا اننا نسميو ديك الفير فاليو جاب او ديك السي بي او البي سي. اللي ما عرف شنو هي البي سي والسي بي فهي ديك الشمعة اللي كنكتبو فيها حنايا فير فاليو جاب. كاين اللي كيكتب فير فاليو جاب ديريكت، كاين اللي كيكتب سي بي كيخليها حتى يشوف البرايس رجع ليها وتريدا وسطها عاد كيرجعها فير فاليو جاب. اما قبل ما يرجع لها البرايس كتكون مكتوبة سي بي او بي سي على حسب الاتجاه. فمفهوم؟ فعندنا الشرط الاول اللي غيخلينا اننا نكتبو ديك الفير فاليو جاب، نمحيوها ونكتبو بريك واي جاب. اللي غنعرفو هاد البريك واي جاب هادي ما غيرجعش ليها البرايس. ما نبقاش انا نتسنى البرايس يرجع هنا باش ناخد التريد ديالي، راه ما غاديش يرجع، راه غادي يكمل دابا. فالشرط الاول شنو هو؟ فاش كيكون عندنا اوردر بلوك اللي هو هذا والبرايس مشى، فهاد الاوردر بلوك هذا خاص نتسناو البرايس يرجع ليه. فرجع ليه اذا تفاعل معاه وكمل، فهادي
راه ماشي بريك واي كاب، هادي رجع ليها فير فاليو كاب. لكن اذا البرايس شنو دار، جا لهاد الاوردر بلوك وكاساه سد تحتو، فهاد الاوردر بلوك شنو غادي ولا بريكر بلوك. فهاد الاوردر بلوك الا ولا بريكر بلوك، فبلا ما تسنى البرايس يرجع لهاد فير فاليو كاب اللي هي بريك واي كاب. اذا باش غادي يكسر هاد الاوردر بلوك ويولي بريكر، فهادي رجع ليها وكتب بريكر، كتب بريك واي كاب عفوا، ونسى واش غادي يرجع ليها البرايس. فالبرايس شنو غادي يدير، غادي يجي هنا ويكمل. مفهوم؟ وما غاديش يرجع لهاد الفير فاليو كاب كيف ما كنتي كتقول قبل وما رجعش ليها. مفهوم؟ هذا الشرط الاول. في الحاله الاولى هي الاقوى، يعني البريكر بلوك هو اقوى حاله، يعني هو اللي كنحطوه في المقام الاول ديال الشروط اللي خصها تحقق قدامنا باش نسميو هذا بريك واي كاب. الحاله الثانيه اللي هي انفيرس فير فاليو كاب. مفهوم؟ واخ قلنا البريكر بلوك اوردر بلوك ملي كتكاسا كيولي بريكر بلوك، وملي كيولي بريكر بلوك كنشوفو حنا ديك الساعه الفير فاليو كاب اللي كانت قبل منه واللي كانوا قبل منه ولاو بريك واي كاب. اذا نساوهم وما نتسناوش البرايس انه يرجع ليهم، فغناخدو الصفقه من البريكر بلوك ونكملو مع الاتجاه. الحاله الثانيه هو انفيرس فير فاليو كاب. عندنا هنايا المارشي طالع، تكولت لينا فير فاليو كاب هنايا، خاصنا نتسناو البرايس يرجع ليها باش ناخدو الصفقه ونطلعو. باش نتسناو شنو البرايس يرجعنا الفير فاليو كاب اللي كانت ونطلعو، لكن البرايس طلع بلا ما يرجع ليها. علاش؟ حيت قبل منه شنو كانت فير فاليو كاب هنا، عندنا فير فاليو كاب هنا. هاد فير فاليو كاب هادي ملي البرايس رجع ليها ما احترمهاش، كاساها وبدا كاساها، ولات انفيرس فير فاليو كاب. ملي ولات انفيرس فير فاليو كاب، فالبرايس غادي يرجع لهاد الانفيرس فير فاليو كاب، ما غيرجعش هاد الفير فاليو كاب هادي حيت ما قوياش. هادي اللي قويه، الانفيرس فير فاليو كاب اللي قوى. مزيان، وغادي يكمل. اذا فاش غتشوف هاد الشرط هذا قدامك غتعرف هادي ما غاديش ترجع لها البرايس، غتاخد الصفقه ديالك من هاد الانفيرس فير فاليو كاب. وهادي غترجع وغتمحي شنو كنتي متراسي فيها سي بي او البي سي على حسب الاتجاه، وغتكتب بريك واي كاب وغتنساها. مزيان، كيدل على ان هنايا الاتجاه غادي مكمل، ما تضيعش الفرص ديالك. بطبيعة الحال مع احترام شنو غتحترم هنا، غتحترم التايم فريم وغتحترم شروط الدخول وغتحترم هادشي اللي بطبيعة الحال غنعرفوه كامل. مزيان، واخا قلنا اقوى حالة هي البريكر بلوك، تاني حالة هي الانفيرس فير فاليو كاب. تالت حالة هي البالانس برايس رينج، وهو الدرس اللي شفنا قبل من هاد الدرس هذا. فالأغلبية ما شافوش حيت الأغلبية ما عارفينوش، ولكن إذا كنتي مازال ما عرفتش المفهوم ولا بد تعرفو، حيت غادي يفيدري لك الصفقة ديالك مزيان. واخا شنو الدور ديالو؟ البالانس برايس رينج هو باش كيطلق لنا فير فاليو كاب هابطة وفير فاليو كاب طالعة في نفس اللقطة في نفس اللحظة، فكناخدو القاسم المشترك بيناتهم هو داك اللي كنسميوه بالانس برايس رينج، وكنشيرو ليه بالبي بي ار. شنو عندنا هنايا فير فاليو كاب هابطة، وعندنا فير فاليو كاب وراها طالعة في نفس. مفهوم؟ فالقاسم المشترك بيناتهم هو اللي دراسيناه وسميناه بالانس برايس رينج. فقبل من هاد البالانس برايس رينج كاينه فير فاليو كاب. واش غادي يرجع ليها البرايس؟ ما غاديش يرجع ليها. علاش؟ حيت فوقها بي بي ار، وهاد البي بي ار فاش كيكون فوق الفير فاليو كاب كيف ما شفنا في البريكر والانفيرس فير فاليو كاب، ما غاديش يرجع لهاد الفير فاليو كاب وغتمشي تكتب بريك واي كاب وتنساها
وغتاخد الصفقة ديالك من البي بي ار اللي هو بالانس برايس رانج، وغترجع الفيديو ديالو باش تشوف الشروط ديالو بستة والحالات ديالو بستة، باش تفرق وتفلتري بيناتهم، باش تعرف كيفاش تدخل وفين تدخل. مفهوم؟ الا ما عرفتيش هادشي بحال هكا ما تقدرش تريدي من بعد راسك. مفهوم؟ واخا كيف ما شفنا البريك ويك اب كينقسم لينا ثلاثة شروط باش اننا كنستعملو ديك الفير فاليو كاب اللي كانت، او ديك السي بي والبي سي اللي كانوا قبل بالمصطلح ديال بريك ويك اب. فاول حاجه خاص يكون عندنا بريكر بلوك. اذا وقع لينا بريكر بلوك وكانت واحد الفير فاليو كاب قبل منه سواء الفوق ولا التحت، فهاديك الفير فاليو كاب كنسميوها البريك ويك اب والبرايس ما كيرجعش ليها. تاني حاله هو الانفيرس فير فاليو كاب، وثالث حاله وهي البالانس برايس رانج. هاد ثلاثه الحالات هادو كل واحده فيها فيديو درس. كيف ما كنقول ديما وغادي نبقى نقول ديما باذن الله، فكل مفهوم عنده صله المفهوم اللي قبل منه ومن بين المفهوم اللي بعد منه. فعودوا فهموا هاد المفاهيم مزيان، والفيديوهات اللي قبل حاولوا تضبطوهم مزيان باش ملي نولي ندخلوا الشهر ديريكت تكون عارف على جداوين. فاستودعكم الله، الفيديو الجاي ان شاء الله.